صدق او لا تصدق، الاختبار ده هيكشف ليك كده عن جوانب معينة غير منشورة لطريقتك في الوجود انت ما تعرفهاش لحد دلوقتي. قولي اول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي ايه؟ وما تنسوش تعملوا لايك وحركة الاكسبلور. لو اول حاجة عينك جت عليها هي شكل المرأة الجالسة، انت من الاشخاص اللي هي بتحب ان هي تفكر كتير، وعنده قدرة كبيرة جدا على التحليل، ومهتم جدا بمحيطك، وبتحب تفكر كتير جدا قبل اي تصرف، وده بيؤدي انك انت بتتجنب المخاطر وبتفوت كده شوية فرص ممكن تخليك سعيد. في العمل انت مكمل ومستمر لحد ما توصل لهدفك، ومش هتسيب ابدا حاجة واقفة كده في النص. انت بتطلب الكتير قوي من نفسك، وده بيعيشك دايما في ضغط نفسي. لو اول حاجة عينك جت عليها هي شكل الجمجمة اللي في النص، انت شخص كده مليان بهجة وابداع. انت عموما بتاخد الحياة بروح الدعابة، بس من غير ما تقلل بأهمية الشيء. حلمك كده بيقودك انك انت تلاقي حلول ابداعية لمشاكلك، ومع ده واقع العالم للأسف بيوترك، وممكن يخليك كده أو يحسسك انك انت مش متحمس. في اوقات كده بتفضل فيها انك انت تبعد دايما عن الواقع وتحبس كده نفسك في العالم بتاعك الخاص. رقم 3 الجماجم الصغيرة اللي هي ورا خالص، لو انت اخدت بالك منها فده لانك شخص غير عادي، قادر انك انت تهتم بكل التفاصيل بدل من التركيز على ما يراه الجميع. قولوا لي في الكومنتات شفتوها ايه؟